روما الإيطالي جدد تعاقده مع الإنجليزي سمولينج حتى عام 2025. استبعاد دخية وظهور جرنادو في قائمة مانشستر يونايتد للموسم الجديد. آخر أخبار الانتقالات الصيفية وأبرز انتقالات اللعيبة بين الأندية. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وكومنت، ولو مش مشترك معنا في القناة اشترك. نبدأ مع بعض تفاصيل الفيديو. البداية بنادي روما الإيطالي. أعلن نادي روما الإيطالي بشكل رسمي يوم الجمعة تمديد عقد المدافع الإنجليزي الدولي كريس سمولينج لموسمين إضافيين ينتهي في 2025. أهم أخبار الانتقالات الصيفية. أرسنال يستعد لتقديم عرض بقيمة 100 مليون استرليني ضم داكلان رايس من ويست هام. صحيفة الديلي ميل. قرر مويسيس كايليستو لاعب برايتون الانضمام إلى تشيلسي، والنقاشات النهائية دائرة بين الناديين. توتنهام يرصد 50 مليون استرليني لضم الثنائي ماديسون وهارفي من ليستر سيتي. وكاي هافرتز مهاجم تشيلسي وافق على الانضمام إلى أرسنال. فابريزو رومانو. نابولي الإيطالي يعين رسميا الفرنسي رودي غارسيا مدربا فنيا جديدا للفريق. أعلن نادي مانشستر يونايتد بشكل رسمي القائمة الأولوية للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2023-2024، تضمنت مفاجآتين تمثلت في عدم تواجد حارس المرمى ديفيد ديخيا وانضمام المهاجم ماسون جرينوود. كشفت مانشستر يونايتد عبر الموقع الرسمي أن عدم تواجد اسم ديخيا في ظل المفاوضات الجارية معه من أجل تجديد تعاقده، حيث ينتهي تعاقد الحارس الأسباني مع يونايتد بنهاية شهر يونيو الجاري. يوفنتوس الإيطالي يعرض ثلاثي خط الوسط للبيع. أعلن خبير الانتقالات فابريزو رومانو أن يوفنتوس مستعد لبيع جميع لاعبي خط الوسط العائدين من فترة الإعارات بالخارج.